لو معاك جي تي اكس 1060 او معاك ار تي اكس 2060 وبتفكر تعمل ابجريد او حتى بتفكر تشتري كارت شاشه مستعمل تقيل بس بسعر معقول، يبقى الفيديو ده معمول عشانك يا نجم. النهارده هنجرب ونتكلم بتفاصيل عن الار تي اكس 3060، هل لسه يستاهل في 2026 وهل فعلا افضل اختيار مقابل السعر. خلينا نشوف مع بعض، يلا بينا ونروح للحته اللي هي بتاعت التصميم بتاع كارت الار تي اكس 3060. بيجي بتصميم كتير من شركات مختلفه زي زوتيك، جيجا بايت، ام اس اي، اسوس. معظم النسخ حجمها متوسط، تيجي بمروحتين لثلاث مراوح، وده برضو على حسب النسخه. خامات محترمه جدا، في نسخ بتيجي معاها ار جي بي. الكارت شكله جيمنج واضح ومناسب لكيسات متوسطه، ومش محتاج باور جامد عشان يشغل لك الباور، يعني مش محتاج باور كبير قوي عشان يشغل لك كارت 3060. يعني معلش انت لو معاك 450 واط 500 واط، وهنروح للنقطه دي بتفاصيل، ولكن يعني كمبدئيا كتصميم ممتاز، مش محتاج اي حاجه. طيب نروح دلوقتي لنظام التبريد. معظم نسخ الار تي اكس 3060 تبريد محترم جدا، درجات حراره في الرينج ما بين 60 ل 70 درجه. صوت الضوضاء قليل جدا، يعني النويز اللي بيبقى فيه في الكروت دي وبالذات الثلاث نسخ بيكون مش موجود، والنسختين برضو هو مش موجود، فالنسخ اغلبيتها بتكون هاديه. ولكن بصراحه ما اختبرتش الصوت قوي يعني، ولكن كصوت يعني انا سامعه وانا فاتح الكيس مثلا في صوت تمام. فدي حاجه. غير كده كمان الكارت مش بيسخن بشكل مبالغ فيه قوي، ومش بيتطلب تبريد خرافي، وده اللي يخليه مناسب لكيسات الاير فلو متوسط او ضعيف. ونروح للجزء اللي هي بتهمنا بقى كلنا، هي مواصفات الكارت ده فين؟ الكارت ده بيلعب في انهي مكان؟ طيب مبدئيا كده الكارت ده الار تي اكس 3060 مقارنه مع النسخه اللي هي الاكبر منه اللي هي الار تي اكس 3060 تي اي، اول اختلاف هنلاحظه اللي هو الكودا كور في 3060 بتيجي 3584 كودا، مع ان المقارنه الناحيه الثانيه 4864، ففي فرق نوعا ما محترم. البوست كلوك هنا مختلفه شويه، هنا لصالح ال 3060 1.78 جهز، انما الناحيه الثانيه 1.67. بالنسبه للميموري عندك هنا 12 جيجا من نوع جي دي دي ار 6، الناحيه الثانيه 8 جيجا جي دي دي ار 6. عندك في 3060 192 بايت، الناحيه الثانيه 256 و360 قصاد 448. فتحس انها طريقه يعني معادله غريبه شويه، ازاي بيديك بوست كلوك هنا مقابل ان هو بيديك اداء في البيت 256 بت لصالح ال 3060 تي اي، وكمان في السكند بير سكند بتاعته 448 جيجا بايت بير سكند، فهو اعلى من في الحته دي. غير كده كمان لو بصينا على نقطه كمان معينه، استهلاك طاقه فرق تقريبا ما بينهم 30 واط، واخد بالك؟ فالفرق مش كبير قوي، وده برضو هنروح له للفروقات دي وكروت دي ناحيه السعر وايه الحلو اللي فيهم. فبالنسبه للمقارنه ما بين ال 3060 تي اي، هو اقوى بحوالي 25% ل 30% في الاداء، لكن الار تي اكس 3060 احسن حته بيتميز فيها هو الفي رام ال 12 جيجا، وده مهم جدا لالعاب حديثه، وبالذات لو انت بتلعب 2K لو سيتنج، ميديوم سيتنج او كومبيتيتيف سيتنج بالنسبه للالعاب الشوتر، خصوصا مع الالعاب التقيله اللي بقت في 2025 و26. يعني الالعاب اللي نزلت يعني في سنه 25 و26 بقت بتستهلك يعني في رام بشكل مبالغ فيه. فال 3060 ممتاز من ناحيه ال 12 جيجا في رام، ولكن ال 3060 تي اي هو اقوى في البار برفورمانس بتاعه 25% ل 30%، يعني ده رقم ممتاز جدا قوي على كارت زي ال 3060 تي اي. ولكن احنا بنتكلم عن ال 3060 في الفيديو ده، انا بس بقارن وبشوف بس، لان لما هنروح لحته السعر وبقرر تاني لحته السعر هنشوف ان الكروت قريبه جدا قوي في السوق المستعمل ما بين الكارتين دول بالذات. فانا عايز احدد لك هل 3060 لسه بينافس ولا يفضل انك تروح ل 3060 تي اي. هو تعتبر كده ان الفيديو ده كومبو كده الاتنين مع بعض. طيب وخلينا دلوقتي بقى نروح لاكتر نقطه الناس كلها يعني تقول لك بقى ايه، طب يا عم فين السعر؟ طب في السوق المستعمل، طيب في السوق المستعمل هتلاقي فيه كروت جدا اسعارها متفاوته بشكل رهيب جدا قوي، يعني زي ما احنا شايفين كده تلاقي واحد عرضه مثلا ب 12500، ولا والله لو هو بيقول بابا وماما برضه مش بالسعر ده خالص اطلاقا. فاصل معاه في السعر، نزل السعر خليه 11 ونص، ممتاز جدا قوي 11 ونص عليه. ولكن اكتر من كده بصراحه في 3060 تي اي، يعني انا شايف ان 3060 تي اي ده هيبقى احسن منه تمام. عادي العب على دقه 1080 بي واقل شويه في شويه سيتنج معينه اخليها كومبيتيتيف مثلا، وهستفيد بفريمات اعلى بكتير من 3060 اللي هو النسخه العاديه. هل الكارت ده ما فيهوش عيوب؟ لا طبعا في عيوب. السعر في بعض الاسواق مش ثابت، يعني كارت ساعات بيبقى تلاقي فيه تجار مثلا، او تلاقي فيه مثلا ناس معلين سعره مع انه ده مش سعره تمام. يعني تلاقي فيه اول حاجه سعره مش ثابت، وعلى حسب النسخه تلاقي فيه نسخ سعرها بيعدي وبيوصل لسعر كروت ار تي اكس 3060 تي اي و3070. فصباح الفل، انت بتعمل ايه؟ فده رقم واحد. رقم اتنين، مش افضل اختيار لو انت يعني ناوي تشغله مثلا 4K، يعني صباح الفل، يعني
يعني هو مش عشان 12 جيجا في رام فانت هتشغل عليه 4K. ده رقم 2. رقم 3 ال RTX 3060 Ti وال 3070 اقوى في الاداء بشكل كبير. فانت لو لقيت السعر قريب، وهنتكلم عن الحته دي برضو تاني في نقطه السعر والشراء، فانا شايف انه يعني لو انت شايف ان السعر قريب وانت معاك ميزانيه تسمح لك تجيب 3060 Ti، هات. معاك ميزانيه تجيب ال 3070، هاته. مش هتخسر كتير لما تزود لك 2000 جنيه ولا 3000 جنيه وتجيب كارت زي ال 3060 Ti او 3070. ساعتها، ولكن لو ميزانيتك مزنوقه في رينج معين، رينج الكارت ده خلاص ماشي، انت برضو تمام، الكارت برضو تمام. طيب بعض النسخ بتكون تبريدها ضعيف، اي نعم، كارت بيسحب 170 واط احنا قلنا، ولكن في نسخ بتيجي بمروحه وفي نسخ بتيجي بمروحتين، بتكون من نسخ ما مش معروفه قوي، بتكون التبريد بتاعها بشكل ما مش احسن حاجه خالص. نروح لاكتر جزئيه الناس مستنياها في الفيديو ده، هو الاداء في الالعاب، وزائد كمان مقارنه بالاجيال القديمه. طيب ال RTX 3060 على دقه ال 1080 بي وال 2K اللي هو ال 1440 بي، حاسبها بالملي. الكارت بيشغل لك ال 1080 بي الترا ما بين 70 ل 120 فريم على حسب اللعبه، و2K هاي والترا برضو 50 ل 80 فريم برضو على حسب اللعبه. وكمان لو شغلت ري تريسنج مع الدي ال اس اس بيحسن التجربه بشكل كبير. مقارنه في الالعاب الجي تي اكس ال 1060 مقارنه مع ال RTX 3060، الفرق ضخم جدا لصالح ال RTX 3060، واقوى بحوالي مرتين ونص ل3 مرات من الجيل اللي هو الجي تي اكس 1060. انا ليه حاطط ال 1060 وال 2060 لما نروح له برضه؟ لانه الكروت دي ممكن تكون عندك وانت عايز تطلع لل 3060، فانا بحسبها لك بالنظريه دي. طيب ال RTX 3060 اقوى من ال RTX 2060 بفرق حوالي من 30 ل 40%، وكمان الفي رام اعلى لصالح ال 3060. عندك كمان ال RX، لما نيجي نحط دلوقتي ال RX ال 5700 قصاد ال RTX 3060، اداء قريب في بعض الالعاب، ولكن ال RTX 3060 بيتفوق عليه في الري تريسنج والدي ال اس اس، فاستقرار درايفرات احسن لصالح نيفيديا. وكمان لما نيجي نحط اللي هو الجيل اللي هو ال RTX 3070 اللي هو نفس الجيل بتاع ال 3060، هتلاقي ان ال RTX 3070 اقوى بحوالي 30%، ولكن الفي رام بتاع 3070 8 جيجا، فاستهلاك كهرباء برضو بيكون عالي لل RTX 3070. فمحسومه يا جماعه، خدوا ال RTX 3060 ممتاز جدا 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 كباور، كفي رام، كاستقرار درايفرات، كدي ال اس اس، بيدعم دي ال اس اس برضو، فدي ميزه برفورمانسيه كده في نفسها. غير كده كمان يعني الكارت ممتاز، الكارت يا جماعه ممتاز في الجيمنج بشكل رهيب جدا قوي. دلوقتي هنروح للخلاصه. الخلاصه يا جماعه الخير، ال RTX 3060 في 2026 لسه كارت ممتاز على ال 1080 بي، كويس جدا على 2K، افضل فاليو في السوق المستعمل، مناسب للستريم وصناعه المحتوى. عندك 12 جيجا في رام، ميزه قويه جدا بصراحه للكارت ده. لو معاك جي تي اكس 1060 او RTX 2060، لو عايز تعمل ابجريد ساعتها هتحس ان في فلوس فعلا دفعت، وانت حاسس ان في فعلا ابجريد انت عمل تمام. يعني اي كروت برضو غير كروت دي، برضو كروت الجي تي اكس عموما كلها او كروت ال RTX اللي هو من ال 2060 3050، هتحس برضو بفرق شويه. عندك كروت من ال RX اللي هي النسخ القديمه زي ال 5000 او الاقدم من ال 5000، برضو هتحس برضو ان انت لا في فرق، ان انت رحت للانفيديا وحته استابيليتي في الدرايفرات، و12 جيجا في رام، وممتاز جدا على برضو ال 1080 بي وال 2K. يعني ممتاز الكارت ده بصراحه، فاليو محترمه جدا، وبالذات لو عرفت تجيبه بسعر كويس زي ما احنا قلنا. طيب دي بالنسبه لخلاصه الكارت، فيا ريت لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم فيديوهات اكتر، وقولوا لي في كومنتات معاكم كارت ده حالته ايه، وانتم مستريحين معاه ولا لا، وايه رايك في ال RTX 3060، هل لسه شايف يستاهل في 2026 ولا لا. ونشوفكم في فيديو جديد. سلام يا زوايا.